وقت الأزمات البنوك ممكن تقفل والصرافات الآلية توقف فورا، عشان كده لازم يكون معاك سيولة نقدية كافية في البيت، ولازم تحتفظ بيها في مكان آمن وغير متوقع، لأن في أوقات الحروب المخربين والحرامية بيبتدوا يظهروا. في الوقت ده الكاش والفلوس السايلة هي الأمان عشان تقدر تتصرف في أي حالة طارئة لا قدر الله، وما تستناش بنك يذلك عشان تاخد فلوسك، وتكون كل فلوسك جاهزة لكل الأحداث. تخزين الحاجات الأساسية حاجة مهمة جدا، الفلوس ملهاش لازمة لو ملقتش حاجة تشتريها، عشان كده الأولوية فورا لتحويل جزء من فلوسك لشراء الأساسيات من أكل وشرب يعيش لوقت طويل، زي كميات كافية من المية والأكل المعلب وحتى الأدوية ووسائل الإضاءة. الحاجات دي هي اللي هتحميك فعلا في وقت الحروب والأزمات. من الحاجات المهمة جدا كمان حماية المستندات الخاصة بيك وبأي حاجة تخصك. المستندات الرسمية زي جواز السفر والبطاقة وعقود البيت اللي هي بتثبت وجودك. مهم جدا كمان تعمل منها نسخة رقمية، لأن النسخ الرقمية مش سهل يحصل لها تلف زي الأوراق، وبتكون أكثر أمانا. وكمان ممكن تحتفظ بيها على موبايلك كخطوة إضافية أو على فلاشة صغيرة عشان تقدر تطلعها في أي وقت بكل سهولة وقت ما تحتاجها. الاعتماد على نظام المقايضة لما الفلوس بتاعتك بتفقد قيمتها. الحاجات الملموسة والأساسية بتتحول للعملة الحقيقية، الأكل والمية والأدوية وحتى المهارات. استعد دايما لتبادل السلع والخدمات المباشرة وقت الأزمات، لأن ده النظام اللي بيرجع يشتغل بقوة وقت الحروب. تقليل الديون كمان حاجة مهمة جدا، لأن في الأزمات الديون بتكون عبء تقيل بيمنعك من الحركة وبيبوظ لك حياتك. ابدأ فورا بتقليل التزاماتك والحاجات اللي ملهاش لازمة وبتاخد منك فلوس على الفاضي، زي إنك تحاول تسد الأقساط الأساسية اللي عليك لو تقدر علشان محدش يسألك عليها، وإنك تلغي أي اشتراكات غير ضرورية عشان توفر كل كاش معاك. كسر كروت الائتمان اللي ملهاش لازمة، والغي أي اشتراك ملوش لازمة عندك، زي مثلا لو عندك واي فاي في البيت الغي باقة الإنترنت الخاصة بيك، لأنك أولى بالفلوس بتاعتها. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا اشتراك وإعجاب عشان تشوف الحلقة الجاية. سلام.